ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم عمر هاني في فيديو جديد، واهلا بكم في حلقه جديده. النهارده معانا موبايل مميز، بما ان هي سنه مميزه. كل سنه وحضراتكم طيبين، كل سنه واحنا طيبين كلنا، بما انها سنه مميزه. زي ما انا ما قلت ان هي اول يوم يناير واول يوم في رجب، هي سنه مميزه. الموضوع ده ما بيحصلش كتير ويعتبر ما حصلش قبل كده. فالنهارده برضو معانا موبايل مميز لهذه السنه، موبايل من شركه هي الاشهر في التاريخ، ولكن طبعا هي دلوقتي ما بتنزلش موبايلات، ولكن حبت ان هي تنزل بالتقيل، موبايل في الفئه المتوسطه العليا، وهو موبايل يعتبر من شركه نوكيا، ولكن مش نوكيا بالظبط. للي ما يعرفش ان شركه نوكيا هي اندمجت مع شركه تانية وهي اتش ام دي، ويعتبر هما الاثنين بقوا حاجه واحده. النهارده احنا معانا موبايل من شركه اتش ام دي، وهو الاتش ام دي سكاي لاين. يلا بينا نشوف ايه الموبايل ده بيقول على ايه. بس ما تنسانيش باللايك والشير والسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان تلاقي فيديوهاتنا كلها اول باول. ويلا بينا نبدا. اول حاجه والطبيعي اللي احنا نبدا بيه وهو الديزاين بتاع الموبايل. ديزاين الموبايل اولا طبعا انت اول ما بصيت كده هتحس بشكل غريب شويه، هنتكلم عليه قدام، ولكن الديزاين عامه بتاع الموبايل هو بريميوم جدا وجميل جدا، لان الظهر بتاعه من الزجاج وكمان الفريم بتاعه من الالومنيوم. وانت طبعا لو بصيت دلوقتي هتلاقي الحاجه اللي انا بستغربها شويه، هو ان الموبايل انت تحس ان هو موبايلين في موبايل واحد، لان الموبايل لو انت ركزت كده هتلاقي ان في حواف مشطوفه من فوق ومن تحت ومحطوط عليها كفر مربع. انا مش عارف اشرحها لك ازاي الصراحه، بس انت اكيد انت فاهم وشايف الموضوع. ولكن هو برده مش مألوف. لو انت واحد بتحب نوكيا ومتابع موبايلات نوكيا فهتعرف ان هو ده شبه النوكيا اورا القديم، لان هو يعتبر بنفس الديزاين بتاعه. فهم ممكن يكونوا حابوا ان هم يحيوا هذا الديزاين من جديد، وهو بالنسبه لي الديزاين هو ولا وحش ولا حلو، هو شكله غير مألوف بالنسبه لي. فعشان كده انا حاسس اللي هو ايه، عارف انت كده في حاجه غلط، ولكن لما نتعود عليه اكيد هيبقى كويس جدا. فبالنسبه لي هو ديزاين غريب شويه، ولكن اللي مش غريب واللي حلو جدا بالنسبه لي اللون بتاع الموبايل تحفه جدا بالنسبه لي، تحفه جدا يا جماعه. انا عاجبني قوي اللون بتاعه، مش عارف هو لون اخضر ولا اخضر فسفور، انا مش عارف اللون ده ايه الصراحه، ولكن هو اللون بتاعه حلو قوي الصراحه. طبعا مع كمان الاتش ام دي العلامه اللي محطوطه في منتصف الظهر، وكمان شكل المربعات اللي جاي معاه فريم او اطار بنفس لون الموبايل، شكلها برده لذيذ جدا، محطوط على الكاميرتين، وهم 3 كاميرات عامه، ولكن الكاميرتين محطوط عليهم فريم من اللون نفسه، فشكله لذيذ جدا برده صراحه، مدي شكل حلو. وزي ما انا ما قلت لك خامات الموبايل هو مش مسترخصين فيه اي حاجه، خامات الموبايل 10 من 10، كل حاجه فيه جميله، لان الموبايل هو في الفئه المتوسطه العليا، فلازم ان احنا لما نيجي نقارن بكل حاجه، فهو لغايه دلوقتي هو ماشي ممتاز. الموبايل برده لو انت بصيت عليه من تحت ومن فوق الشاحن تايب سي، وبرده عندك هنا سماعات هنا قويه جدا، سماعات هنا جايه من كوالكوم وقويه جدا، وستيريو سبيكر كمان، يعني هو مش مسترخصين في اي حاجه، قويه جدا وصوتها عالي، ويمكن دي تكون اقوى سماعه ستيريو موجوده في الفئه بتاعته، وفئه اعلى منه كمان، لان الصوت بتاعها خرافه الصراحه. حوار ان هم بيحطوا الستيريو سبيكر بتاعه كوالكوم ده الصراحه عامل شغل حلو جدا. ده غير كمان اللي انت لو بصيت كده على اليمين شويه هتلاقي ان في كده مسمار. حوار المسمار ده ان الموبايل ده قابل للفتح، اللي انت تقدر تغيره بنفسك، تقدر انت تصلحه بنفسك، بدل ما تروح تبقى تجيب للصيانه وهم يفتحوه ويقول لك سعر كبير. لا، مثلا لا قدر الله الشاشه اتكسرت ولا حاجه، تقدر انت تجيب الشاشه وتظبطها وتحطها انت بنفسك وتركبها، او بطاريه او اي حاجه من هذا القبيل. ودي واجهه او ده تغيير جديد لعالم الموبايلات حلو جدا من شركه اتش ام دي عامه، ان هي تعمله علشان يوفر للكونسيومر افضل تجربه وافضل اداء عامه يعني. فطبعا دي برضو اللي هم بيسموها بعد كده اللي هي خدمه ما بعد البيع، ده حرفيا خدمه ما بعد البيع، خدمه محترمه جدا وحاجه جميله جدا منها، فدي حاجه ممتازه جدا. وما تقلقش الموبايل برضو هو مقاوم للماء والغبار، ولكن المعالج بتاعه اي بي 54 مش 68 و69 زي ما احنا بنشوف، وده بيبقى اقل بكتير من المنافسين 68 و67 و69 كمان اللي هو اعلى معماريه، ولكن هنا هو مقاوم للماء والغبار بالمعيار الصغير ده الصراحه يعني، ده للاسف. ولكن برضو انت بتاخد قدامها حوار ان انت تقدر تفتح الموبايل وتقدر تغير فيه اللي حصل عنده بقى، اتكسر فيه سواء شاشه ولا بطاريه، دي برضو حاجه كويسه جدا ونقطه تحول حلوه في الموبايل برضو هنا انت عندك زرار الباور، والزرار اللي برضو الباور ده هو اللي موجود في البصمه سريعه جدا وما بتغلطش، ودي حاجه كويسه. ده غير كمان اللي انت عندك الناحيه الثانيه برضو الزرار كده فيه تكستشرز، هم مميزينه ان هو فيه حبه زخرفه كده. الزرار ده كل اللي عليه ان انت تقدر تبرمجه لاي حاجه انت عايزها، ممكن مثلا لما تدوس عليه مره يفتح لك مثلا الكاميرا، تدوس عليه مرتين يفتح لك اب تاني، فانت تقدر تبرمجه. وبرضو انت تقدر تبرمج برضو الزرار بتاع الباور ذات نفسه لحاجه ثانيه انت عايزها، فبرضو دي حاجه حلوه جدا منه اللي انت تقدر تبرمج الزرارين، زرار الباور والزرار الاخر. تعالى بقى نسيبنا من الحاجات دي كلها وتعالى نتكلم على الحاجه القويه جدا موجوده برضو في الموبايل، وهي الشاشه هنا هي بتجيلك 6.55 بوصه، بيجيلك كمان هي بوليد، حاجه اسمها بوليد، يعني هي اموليد او اوليد يعني ما فرقتش كتير، هو بس اسم جديد. بتجيلك فول اتش دي بلس، بتجيلك ب 1000 نيتس، وبتدعم كمان الاتش دي ار 10. ده غير كمان ان هي بتيجي بال 144 هرتز، دي يعتبر ده الموبايل الوحيد في الفئه المتوسطه العليا بتاعته اللي بيجي ب 144 هرتز. موبايل سلس جدا وشاشته قويه جدا وجميله جدا. ده غير كمان ان هو بيجي بطبقه حمايه الجوريلا 3، طبعا هي دي مش اعلى حاجه دلوقتي، في عندك هناك الجوريلا 7 وفيكتاس 7 وحاجات زي كده، فدي مش اعلى حاجه طبعا غير المنافسين خالص. ولكن
ولكن هو يعتبر بيديك احلى حاجه، وهو ان الشاشه هنا 144 مش 120 هرتز. وصدقني هتلاقي ان في فرق كبير لو انت بتيجي تستخدم الموبايلين، هتلاقي ان في فرق ما بين ال 120 وال 144 بشكل كبير، لان الموبايل هنا كمان هو سلس جدا، مع كمان السوفت وير اللي يعتبر هو خام، مع حبه اضافات من اتش ام دي بسيطه على السوفت وير. فانت واخد سوفت وير خام مع كمان السلاسه بتاعت ال 144 هرتز، فطبعا انت تاخد تجربه افلام ومشاهده وتجربه للسوايبس عامه ممتازه جدا، 10 من 10 تقدر اللي انت تاخدها بمستريح. ده غير كمان المعالج بتاع الموبايل اللي هو لا يستهان بيه برضه على الاطلاق، لان هو جاي من سناب دراجون اللي هو ال 7 اس جين 2. برضه المعالج بتاعه قوي جدا، ويقدر برضه يستحمل معاك فتره طويله في الالعاب بقى وفي كل حاجه. فدي من الحاجات الجميله جدا اللي موجوده في الموبايل، اللي انت عندك شاشه وتجربه الالوان الصراحه برضه فيها ممتازه. مفيش حاجه احلى من كده. انا ممكن اقول لك ان هي من افضل الشاشات اللي موجوده في الفئه المتوسطه العليا، بل هي ممكن تكون من المراتب الاولى في الفئه المتوسطه في حوار الشاشه. الشاشه تحفه جدا في كل حاجه فيها، في الالوان وفي كل حاجه ممتازه جدا. ولكن العيب اللي بالنسبه لي، المشكله الوحيده اللي بس اللي فيه، ان الحواف بتاعه الموبايل هي كبيره شويه عكس كل المنافسين. الحواف بتاعتها كبيره شويتين، لكن غير كده الموبايل شكله لذيذ جدا، والكواليتي بتاعه الشاشه ذات نفسها حلوه قوي. مع كمان المعالج بتاع الموبايل بيجي بالمعالج الرسومي الادرين 710. كنت احب ان هو يجي بالادرين 720، كان ممكن يبقى 720 كان هيبقى كويس برضه، ما اعرفش ممكن يظبط معاه ولا لا، بس 710 هو معالج رسومي قديم شويه. مع كمان الموبايل بيجي باندرويد 14، وكمان ان الموبايل هنا بيضمن لك تحديثات لتو سوفت ويرز تانيين كمان، اللي هو ممكن اندرويد 15 واندرويد 16 لمده 3 سنين. يقدر ان هو يديك تحديثات لمده 3 سنين كمان قدام. فطبعا دي برضو حاجه كويسه جدا ان هو بيضمن لك التحديثات الامنيه او التحديثات بتاعه السوفت وير قدام لمده 3 سنين. وبالنسبه لي اللوكشه اللي انا اتكلمت عليها بحوار الشاشه والسوفت وير والمعالج، هو من الحاجات دي انت هتاخد تجربه سوفت وير سلسه جدا، لان الموبايل هنا هم ما حبوش ان هم يعملوا ريسك. مش هنعمل ريسك في موبايل لسه جديد، احنا هنجيب السوفت وير الخام ونحطه على طول عشان تاخد افضل تجربه. وطبعا دي حاجه جميله جدا ان انت تاخد تجربه السوفت وير بتاع جوجل الخام، حاجه ممتازه جدا طبعا. تعالى برضو نتكلم عن الحاجه الجميله جدا في الموبايل برضو، واللي هي هنا لا يستهان بها على الاطلاق، وهي الكاميرات بتاعه الموبايل. عندك هنا 3 كاميرات في الظهر. اول كاميرا 108 ميجا بكسل، دي الكاميرا الاساسيه، وبرضو بتصور بزاويه واسعه حلوه جدا، فيها المثبت البصري الاو اي اس، وفيها حاجه اسمها الضبط التلقائي للصور. والضبط التلقائي للصور دي برضو موجود في الكاميرا الثانيه اللي معانا، اللي هي الكاميرا التليفوتو اللي بتيجي ب 50 ميجا بكسل، وكمان هي بتوصل لغايه 2 اكس زوم، وبتطلع لك برضو زوم حلو جدا. ممكن توصل اكتر من زوم طبعا، ولكن هتلاقي التفاصيل قلت شويه. عندك برضو الكاميرا الثالثه هي 13 ميجا بكسل، ودي كاميرا الالترا وايد. والحمد لله ان هي حاطين كاميرا الترا وايد مش مايكرو، الحمد لله لو هم حاطين كاميرا الترا وايد. فانت عندك هنا يعتبر تجربه متكامله في حوار الكاميرات، كاميرا عاديه وكاميرا الترا وكاميرا للتليفوتو. بالنسبه برضو للتصوير هنا فهو ممتاز، وحتى كمان العزل فيه كويس جدا، يعتمد عليه بشكل كبير. والتصوير عامه حلو، التصوير هنا جميل، تصوير مش وحش خالص، لا التصوير ممتاز، ساتيوريشن، كونتراست، كل حاجه فيها ممتازه جدا الصراحه. بس مشكلتي بس كلها ان هنا التصوير هو بيوصل لغايه 4K بس و30 فريم، مش 60 حتى، ومش 8K. وهنا كمان التصوير حتى لو انت بتنزل لل 1080 بيوصل كمان لغايه 30 فريم برضه. بس دي مشكلتي بس مع حوار التصوير، ولكن غير كده فهنا الصور اللي بتطلع من الكاميرا الخلفيه هي ممتازه جدا، ومش محتاجه منك ايديت، يعتبر الالوان فيها ممتازه جدا. ده غير كمان انت عندك هنا فلاش، وبتدعم كمان ال HDR. الكاميرا السيلفي هنا كمان هي 50 ميجا بكسل، وهنا برضه فيها الضبط التلقائي للصور، برضه نفس الكلام. ولكن مضايقني في حوار السيلفي ان هنا السكين تون بتاعها مش افضل حاجه. السكين تون بتاعها هو يعني مش اللي انا عايزه، مش اللي بيديك سنه الحمار وسنه الحياه بتاعه الموبايل، فبالنسبه لي مش افضل حاجه. وهو عامه برضه التصوير بتاعها مش افضل حاجه موجوده في الفئه المتوسطه بتاعتها عامه. وبرضه التصوير بتاع الفيديوهات هو 1080 30 فريم مش 4K. برضه في منافسين تانيين بيجيبوا تصوير 4K عادي 60 فريم في الكاميرا السيلفي، برضه ده عادي جدا، لكن هنا مفيش. لكن بالنسبه للكاميرات كتوتال كتصوير فهي ممتازه، لا كويس ممتازه جدا. الكاميرات الثلاثه اللي موجودين في الخلف هيعتمدوا عليك بشكل كبير جدا وبشكل ممتاز. ده غير كمان ان الموبايل هنا في كارت ميموري خارجي تقدر تحطه عادي جدا في الموبايل. وكمان الموبايل هنا بيدعم خاصيه ال NFC، لان الموبايل كمان هنا بيجي بنسختين 128 جيجا 8 جيجا رام او 256 جيجا 12 جيجا رام. طبعا الموبايل اكيد فيه كل الكاميرات اللي احنا عارفينها. تعال برضو نتكلم هنا عن البطاريه بتاعه الموبايل. والموبايل هنا البطاريه بتاعته 4600 ملي امبير، صغيره شويتين 3 4 عن المنافسين بتبدا من ال5 وال6 وانت طالع عادي، لكن هنا هي 4600 ملي امبير. حاسس ان انا جايب موبايل من ايفون. ولكن الموبايل هنا برضو يعني المفروض هنا برضو سرعه الشحن بتاعته 33 واط، مش اعلى حاجه برضو في المنافسين. البطاريه هنا الصراحه مش حلوه. الموبايل ده هيقعد معاك 7 ساعات سكرين اون تايم، بس اكتر من كده مش هيديك معاك حاجه، لان كمان الموبايل بشاشه 144 هرتز. لو انت عايز يقعد معاك اكتر من كده ممكن تقلل الهرتز بتاع الشاشه عشان يقعد معاك اطول من كده. انا متضايق من البطاريه. مفيش موبايل في الفئه المتوسطه ولا الفئه الاقتصاديه والله بيجيب 4600 ملي امبير، يعتبر مفيش. فده حاجه وحشه جدا. وكمان 33 واط برضو قليل، في ال60 وفي ال120 وفي ال100 وفي حاجات كتير يعني بغير سرعه الشحن. فهنا البطاريه الصراحه هي اسوأ حاجه موجوده في الموبايل بالنسبه لي. كل الموبايلات الموجوده دلوقتي هتلاقيها بتجيلك
من ال7 ساعات، لا هتلاقيها بتوديك 10 ساعات سكرين اون تايم يعني، و9 ساعات و8 ساعات ده اقل حاجه. لكن زي ما انا ما قلت لك برده، لو هنيجي نبص للموبايل الحاجات اللي مميزه فيه والحاجات اللي فعلا هو يخليه ان هو منافس، اول حاجه ال 144 هرتز، الشاشه الاموليد اللي موجوده هنا. هي نعم الشاشه اموليد والبصمه مش موجوده في الشاشه دي، اول مره اشوف موبايل يعتبر اموليد والبصمه مش موجوده في الشاشه، يعتبر من زمان قوي. البصمه هنا موجوده في الباور، وانا بحب الزرار الباور عامه ان هي يكون فيه البصمه عادي، ما عنديش مشكله في الحوار ده، بيبقى بالنسبه لي امن. بس عامه الشاشه ممتازه جدا، الكاميرات ممتازين جدا، المعالج هنا كويس جدا، والسوفت وير ده افضل حاجه برده موجوده في الموبايل، لان هتاخد سوفت وير يعتبر خام، فده يعتبر برده من افضل الحاجات اللي موجوده في الموبايل. والموبايل في الاخر وفي الاول برده هو هنا سعره 500 يورو، يعني يعتبر 26174 جنيه مصري. سعره برده طبعا هو كبير، ولكن كمقارنه للتوتال بتاع الموبايل هو يعتبر يقدر ينافس بشكل كبير جدا، ولكن في حوار البطاريه هو ما ينافسش حتى بربع جنيه. ده كان الموبايل اللي معانا، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب. كان معاكم عمر هاني، استنوني فيديوهات تانية كتير باذن الله، وفي امان الله.